أدركتم يا أصدقائي أنها جهة الجنوب التونسي، وكما يقول الشاعر: وفي الصحراء سحر ليس يدركه إلا الذي هام في أجوائها طربا. يتميز الجنوب بجماله الطبيعي الفريد، حيث تمتد مساحاته الشاسعة في صورة تضاريس صحراوية تبرز عظمة الطبيعة في أبسط صورتها وأكثرها سحرا. تغلب على المشهد امتدادات رملية واسعة وشاسعة تتشكل في هيئة هضاب مرتفعة وسهول منبسطة، ما يمنح المنطقة طابعًا مفتوحًا لا تحده الجبال الشاهقة، بل تنسج الرمال ملامحه برفق وانسيابية. وفي هذه المساحات الواسعة تتراءى الكثبان الرملية كأمواج ذهبية تتحرك بفعل الرياح، تتغير ملامحها باستمرار كأنها لوحات ترسمها الطبيعة في كل لحظة. وسط هذه الرمال الممتدة تنبض الحياة في واحات متناثرة، حيث تتجمع أشجار النخيل حول عيون الماء العذبة لتشكل واحات غناءة تفيض بالحياة وسط الصحراء القاحلة. أما الجبال فحضورها خجول في هذا المشهد، حيث تظهر بشكل متفرق وبسيط، مما يعزز الإحساس بالاتساع والانسيابية في التضاريس. هذا الامتداد الشاسع للصحراء يمنح الجنوب طابعا فريدا يجمع بين سكون الطبيعة اتساع الأفق، حيث تلتقي الأرض بالسماء في خط لا ينتهي، وترسم ملامح الجمال الهادئ في أدق تفاصيله. والآن يا أصدقائي لأترككم تتأملون جمال وسحر هذه الطبيعة، ولنغوص في أحضان كثبانها وصحرائها الجميلة. أرجو يا أصدقائي أنكم قد استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو حول مشهد ريفي من جهة الجنوب التونسي، وإلى اللقاء في فيديو قادم.